ممكن أسألك سؤال، إزاي شركتين بيبيعوا نفس المنتج وفي نفس المدينة ولنفس العميل، وواحد كل سنة يكبر والتاني كل سنة يرجع خطوة؟ طيب هل الأول أشطر، ولا عنده فلوس أكتر، ولا عنده فريق أقوى، ولا إحنا لسه بندور في المكان الغلط؟ أهلا بيكم في حلقة جديدة من ملعب البيزنس، المكان اللي مش بندي فيه نصايح، إحنا بنساعدك تشوف في مشروعك اللي يمكن أنت لسه مش شايفه. في آخر الحلقة اللي فاتت سألنا سؤال مهم، يعني إيه هوية شركة؟ ناس كتير أول ما تسمع كلمة هوية تفكر في اللوجو والألوان أو الشعار، لكن لو ده كان صح كان أي حد غير اللوجو كان غير شركته، وده مش اللي بيحصل. علشان كده النهاردة احنا مش هنبدأ بشرح الهوية، احنا هنبدأ بقضية خلتنا نكتشف إن أغلب أصحاب المشاريع فاهمين الهوية غلط. كان عندي شركتين، الاتنين في نفس النشاط، تقريبا نفس حجم رأس المال ونفس عدد الموظفين، وحتى المنطقة اللي بيشتغلوا فيها شبه بعض جدا. وبعد 4 سنين واحدة بقى عندها 4 فروع والتانية لسه بتحاول تدفع الإيجار. لما تبص من بره هتقول الأولى أكيد عندها إدارة أحسن، عندها تسويق أقوى، عندها فلوس أكتر، لكن وإحنا بنراجع الملف اكتشفت حاجة مهمة أوي، اكتشفت إن كل الإجابات دي كانت أعراض مش سبب. خليني أسألك سؤال، لو جبت 2 توأم ولبسوا نفس اللبس وركبوا في نفس العربية وسكنوا في نفس المكان، هل بقوا نفس الشخص؟ أكيد لأ. ليه؟ لأن في حاجة أعمق من الشكل، وده بالظبط اللي بيحصل مع الشركات. في شركات شكلها شبه بعض لكن من جوه كل واحدة عايشة بعقل مختلف. طيب إيه هو العقل ده؟ وده أول خيط معانا في تحقيق النهاردة. طيب هل المنتج هو السبب؟ أول حاجة عملناها فتحنا ملفات الشركتين وبدأنا نقارن، وفعلا طلع المنتجات شبه بعض والأسعار شبه بعض والموردين برضه هم نفس الموردين، حتى العروض كانت متقاربة جدا. قلت يبقى أكيد الفرق في المنتج، لكن بعد شوية استبعدت المتهم ده وهو المنتج طلع بريء. خليني أسألك سؤال، لو المنتج هو سبب النجاح، طيب ليه شركات كتير بتبيع نفس المنتج لكن النتيجة مختلفة خالص؟ المشكلة إننا ساعات بنبالغ جدا في أهمية المنتج، وده مش أول مشروع أشوفه يقع في نفس الفخ. فاكر شركة كانت بتبيع منتج ممتاز كل اللي يجربه يعجبه، لكن المبيعات كانت ثابتة. قال لي أنا مش فاهم، المنتج فعلا أحسن من المنافسين. قلت له يمكن فعلا، لكن هو أنت عارف ليه العميل بيختارك أصلا؟ العميل ما بيشتريش المنتج بس، العميل بيشتري السبب اللي خلاك تعمل المنتج بالطريقه دي. وساعتها بدات اول قطعه تركب في الصوره، وده مش اول مشروع اشوفه يقع في نفس الفخ. كان في مطعم الاكل ممتاز لكن كل شهر يغير المنيو، مره يبيع بيتزا، بعدها سوشي، بعدها برجر. ولما سالته انت متخصص في ايه، قال لي حاجه غريبه جدا، قال لي في اللي السوق بيطلبه. وللأسف الجملة دي كانت كفاية. لما تحاول تبقى كل حاجة بتفقد الحاجة الوحيدة اللي تخلي الناس تفتكرك. بص حواليك، في مطاعم أول ما تسمع اسمها تيجي في دماغك على طول نوع أكلة معينة، وده مش ضعف، ده قوة. وهنا بدأت أفهم إن الفرق ما كانش في المنتج ولا السعر، كان في حاجة معينة كل قرار في الشركة الأولى راجع ليها، وحاجة الشركة التانية ما كانتش تعرفها أصلا. خليني أسألك، لو شلت اسم شركتك وحطيت اسمه بنفسك، هل العميل هيلاحظ الفرق، ولا كل اللي هيشوفه مجرد شركة تانية بتبيع نفس الحاجة؟ المنتج مش السبب. طيب إذا كان المنتج مش هو اللي بيفرق، طب إيه أول حاجة الشركة الناجحة بتبنيها بعد ما استبعدنا المنتج وقلنا ان في حاجه اكيد الشركه الاولى بتعملها الشركه الثانيه مش واخده بالها منها اصلا؟ فضلت اراجع الاجتماعات والقرارات، حتى طريقه الرد على العملاء. لقيت سؤال بيتكرر كل يوم، والغريب ان السؤال ما كانش هنبيع بكام، ولا هنفتح فرع امتى، ولا هنكسب كام. كان سؤال تاني خالص. مره كنت بحضر اجتماع كان في اقتراح ندخل خدمه جديد والارقام مغريه جدا، واحد قال دي فرصه وواحد تاني قال لا المنافس سبقنا خلاص. لكن صاحب الشركه وقف الاجتماع وقال جمله انا عمري ما هنساها، السؤال مش دي هنعرف نعملها ولا لا، السؤال هنا هل دي شبهنا وشبه هويتنا ولا لا؟ وفجاه السكوت بقى في الغرفه كلها. خد بالك هنا هو ما سالش هنكسب منها كام ولا العميل هيحبها ولا لا، هو سال هل دي شبهنا ولا لا. واول ما سمعت السؤال ده رجعت لكل الشركات اللي كبرت قدامي، اكتشفت ان كلهم بصيغ مختلفه كانوا بيسالوا نفس السؤال. شركه ملابس الترند وقتها ان كل الناس بتبيع باسعار رخيص والمبيعات فعلا كانت هتزيد، لكن صاحب الشركه رفض. استغربت وقلت له ليه؟
قال لي لان ببساطه العميل اللي بنبني معاه العلاقه مش بيدور على الارخص، ولو جريت ورا السعر هكسب شهر بس هخسر البراند اللي انا ببني فيه بقالي سنين. الشركات الكبيره ما بتقولش لكل فرصه، هي بتقول للفرص اللي شبهها بس. خليني اسالك، لو جالك دلوقتي اكبر عميل بعقد هيضاعف مبيعاتك، لكن هيطلب منك تغير كل طريقه شغلك وتغير العميل اللي بتخدمه وتغير الصوره اللي الناس عرفتك بيها، هتوافق ولا هتسال هل ده يشبهنا ولا لا؟ هنا بدات افهم ان الشركات دي كان عندها حاجه بتفلتر بيها كل قرار وكل منتج وكل فرصه وحتى كمان كل عميل. الحاجه دي احنا بنسميها الهويه. بس استنى، لو افتكرت ان الهويه هي اللوجو او الالوان يبقى احنا رجعنا لنفس الغلط. الهويه مش شكل الشركه بس، الهويه هي الفلتر اللي بيمر منه كل حاجه. طيب اذا كانت الهويه هي الفلتر بتاع القرارات، طيب بتتكون ازاي ومنين اصلا؟ احنا عندنا فيجن واضحه او رؤيه، وميشن واضحه او رساله، وعاملين كمان قيم للشركه بتاعتنا. كنت بضحك واقول انا ما سالتش عن اللي مكتوب، انا بسال عن اللي انتوا بتعملوه. خليني اسالك سؤال، لو دخلت شركه ولقيت مكتوب عليها يافطه كبيره العميل اولا، ودخلت قعدت ساعه عشان حد يشوفك انت عاوز ايه، هتصدق اللي مكتوب ولا لا؟ مره دخلت شركه على ريسبشن لافته كبيره مكتوب عليها الجوده اولوياتنا، وبعد ساعه في الاجتماع اكتشفت ان اول سؤال بيتسال بعد اي قرار هيكلفنا كام، وساعتها قلت لنفسي الجوده مش هي هويتهم، تقليل التكلفه هو اللي بيحرك القرار. هويتك مش اللي مكتوبه على الحيطه، هويتك هي الحاجه اللي بتكسب في كل مره يحصل اختلاف في الراي. وده مش اول مشروع اشوفه يقع في نفس الفخ. شركه خدمات كانت بتقول احنا بنهتم بالعميل، لكن كل مره العميل يطلب حاجه تقول دي مش ضمن الباكج. وفي نفس الوقت شركه تانية كانت بترفض شغل علشان تحافظ على مستوى الجوده بس. وبعد 5 سنين مقارنه بين الشركتين، تخيل مين الناس كانت بترشحهم لبعض. الهويه مش كل اللي بتقوله عن نفسك، الهويه هي القرارات اللي الناس بتشوفها منك. خد بالك من الجمله دي، كل شركه لها هويه حتى لو عمرها ما كتبت فيجن، لان الهويه بتكون من القرارات مش من الشعارات. عايز تعمل اختبار بسيط من غير ما تسال حد؟ اكتب اخر 10 قرارات خدتهم في مشروعك، وبعدها اسال نفسك ايه الحاجه اللي مشتركه بينهم، ايه القيمه اللي كانت بتكسب كل مره؟ السرعه، المكسب السريع، الجوده، التوفير، ولا رضا العميل؟ الاجابه دي هي بدايه فهم هويه مشروعك. كده فاضل معانا دليل واحد وهو الاخطر في الادله دي كلها، لان فعلا ممكن يكون عندك هويه واضحه لكن العميل شايفك بشكل مختلف تمام. احنا النهارده فتحنا ملف، بدأنا بسؤال ليه شركتين شبه بعض جدا واحدة بتكبر والتانية بتختفي، ولفينا ورجعنا واستبعدنا المنتج والسعر والسوق واللوجو والشعارات، وفي الآخر وصلنا للحاجة اللي بتحرك كل قرار. وهنا نوصل لسؤال مهم، مين اللي صنع هوية شركتك؟ انت ولا المنافس ولا السوق ولا الظروف؟ مرة كنت قاعد مع صاحب شركة سألته ايه اللي بيميزكم؟ قال لي حاجة غريبة جدا، احنا مش بنعمل كل حاجة العميل بيطلبها. قلت له يعني لو العميل طلب منك تغير اتجاهك كل شهر تعمل كده؟ قال اكيد لا. قلت له طيب مين اللي بيحدد هويتك، انت ولا العميل؟ وهنا بدأ يفكر. اول يوم بتسيب في السوق يقرر انت مين، بتبدأ تخسر شخصيتك كشركة. الهوية مش الحاجة اللي بتقولها عن نفسك، الهوية هي السبب اللي يخلي العميل يختارك حتى لو لقى بديل ارخص. بعد ما تخلص الحلقة اقفل اللابتوب او الموبايل واكتب السؤال ده، لو شلت اسم شركتي من على اليافطه ايه هي الحاجه اللي هتفضل تخليني مختلف قدام العملاء؟ لو لقيت الاجابه بسهوله مبروك، انت بدات تبني الهويه. ولو ما عرفتش يبقى احنا عرفنا فين تبدا التحقيق، المنتج، السعر والسوق واللوجو والشعارات. طب ايه اللي احنا كشفناه؟ ان الهويه مش شعار وخلاص، والهويه مش مجرد تصميم، والهويه هي المرجعيه اللي بتبني عليها القرارات، وكل قرار بتقرره بيبني هويتك. الشركات مش بتتعرف باللي بتقول عن نفسها، الشركات بتتعرف بالقرارات اللي بتكبرها كل يوم. وهنا نوصل لسؤال مهم جدا، احنا عرفنا ان الهوية هي اللي بتسوق القرارات، لكن في سؤال اهم، لو انت شايف شركتك بشكل والعميل شايفها بشكل تاني، يا ترى مين فيكم الصح؟ هل البراند هو اللي انت بتقوله ولا اللي الناس بتحسه؟ وده اللي هنشوفه مع بعض الحلقة الجاية بإذن الله. انا الدكتور احمد المعاطي، وفي ملعب البيزنس بنشوف في مشروعك اللي انت مش شايفه.